السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. يلا بينا النهارده نعمل وصفه سهله جدا مميزه قوي، وهي بسكويت بالمربى. بسكويت المربى بجد من الحاجات الحلوه قوي، خفيفه سهله مميزه جدا. لو جالي اي ضيف في اي وقت بجد هتبقى حاجه بتشرفني جدا، وهتبقي فخوره بيها قوي قوي، وسهله في نفس الوقت. يلا بينا نعمل بسكويت المربى باسهل المكونات، وكلها موجوده عندنا في البيت. لو اول مره تشوفوني اوعوا تنسوا تدعموني بسبسكرايب لايك وشير عشان يوصل كل جديد. يلا بينا نبدا الطريقه. اول حاجه في المكونات بتاعتي بنزل ب 300 جرام من الزبده، وانزل عليهم بكوبايه الا ربع من السكر البودر، وما يعادل 150 جرام من السكر البودر. لحد كده تمام. ابدا اخلطهم كويس جدا. لو عندك عجان بتخلطيهم بالكف، لو عندك ما عندكيش عجان وهتضربيهم ممكن تضربيهم على ايديكي عادي. ليه بالكف؟ عشان خاطر لو ركبنا المضرب اللي هو السلك بتاع العجان ممكن يتكسر معايا وانا بعجن. هو ده الشكل المطلوب. هبدأ بقى دلوقتي الشكل كده بقى كريم خلاص. هبدأ بقى انزل بالطين او البيضة. هو ده الشكل اللي انا عاوزاه بالظبط. وطبعا انا ضفت الفانيليا، لو كان بان في التصوير انا بقول لكم تاني انا بضيف الفانيليا بعد ما بضيف البيض. هبدأ بقى انزل بنص كيلو دقيق، او ما يعادل 4 كوبايات من الدقيق، الا حاجه بسيطه يعني الا معلقه تقريبا. ويبقى عندي معلقتين كبار من بشر برتقان، وده طبعا اختياري، اللي مش بيحب بشر برتقان بس انا من الناس اللي بعشقه. في الخطوه دي هبدا ان انا اضيفه. وطبعا حاجه بسيطه، رشه بسيطه كده من الملح، دي طبعا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. بعد الشكل اللي بيكون عندي بالشكل ده، باجي في المرحله دي بضيف من ربع كوبايه لنص كوبايه من الميه حسب الدقيق، فهبتدي الاول بربع كوبايه. انا خلصت الدقيق بتاعي، مش محتاج اكتر من ربع كوبايه، هي ربع كوبايه ميه اللي حطيتها. وبص العجينه بالمنظر ما شاء الله الناجح ده. وفصلت كمان اي حاجه هنا عن الكف بتاعي. في المرحله دي بكون مجهزه الكيس الحلواني بتاعي، وبيكون التشكيله دي الواسعه. وابدا بقى نضيف العجين، وده التشكيل بتاعها. وتقدري تشكليها بايديكي بمنتهى السهوله برضو، هي عجينه سلسه جدا. بصوا عامله ازاي. يعني انا لو حبيت امسكها في ايدي كده واعملها بصوا سلسه قوي. بجد عجينه ممتازه. ممكن بقى باي حاجه مدوره عندك، وابدا ان انا اعمل فتحات في النص كده بالشكل ده. وابدا اجيب المربى وحاجه بسيطه كده في النص. تقدري بقى تجيبي مربى مشمش، اي نوع مربى انت تفضليه. حبيت برضه اوريكم قد ايه هي شكلها مميز قوي العجينه. اهو ممكن نعمل الشكل ده كده على عادي خالص. راح ضايف ضغطين كده صباعنا اللي في النص بيدينا نفس الشكل ده. وبس خلاص، وكده بقى الكميه معايا تمام. هبدا بقى ادخلها على الفرن على طول. وهنا بقى بعد ما خرج من الفرن وقدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجد حاجه وهم. الطعم حكايه. بصوا السوا عامل ازاي، والمربى بقى ما اقولكوش. وبصوا محافظ على الشكل اللي احنا قدمناه بيه. بصوا تتهري في ايديكم كده. بصوا بجد حلو قوي، ممتازه. يا رب تجربوه ويعجبكم. لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش بسبسكرايب ولايك وشير عشان يوصل كل جديد. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.